به وأنا أنفذ. خذ أمك وضعها في الغابة في مكان بعيد بعيد. ماذا أمي؟ هطرد أمي من البيت؟ نعم يا حبيبي، نعم يا حياتي، نعم يا أيها الرجل الذكي. ولكن ماذا فعلت أمي؟ إنها تتعبني كل يوم وتدخل في حياتنا حتى بدلت سعادتي إلى شقاء. ولكنها ربتني وتعبت كثيرا من أجلي. اسمع يا سليم، كلمتين ليس لهما ثالث. إما أن ترحل بأمك بعيدا أو أرحل أنا الآن دون تردد. لا أرجوك لا تتركين البيت. إذا خذ أمك وضعها في الغابة في مكان بعيد بعيد حيث لا تستطيع أن تعود إلى هنا أبدا أبدا. لا تتعب نفسك يا حبيبي، سأذهب أنا لوحدي. لا سأخرجك أنا بنفسي. اذهبي يا عضلة الشمطاء إلى غير الأوضة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربي شكوت لك كنتي وضعف حيلتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأسي. ولدي حبيبي ماذا حل به؟ يا رب، هذا ولدي حبيبي بين يديك، أرجوك ساعدوه، أتوسل إليك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. على سلامتك يا حبيبي. سأخرجك معي. وزوجتك هل ترضى بذلك؟ أما رضيت واعتذرت فأهلا وسهلا، أو إلا فلتذهب إلى غير عودة. يا الله سامحني يا الله. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. حب من أول حياة وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. حب من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه. أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت
واللي سهرت واللي شالت حمل جبال.